مخلص جه. سلام يا ابو تسابون. سلام يا ولدي. سلام يا ابوي. سلام يا ولدي. مخلص اهو يا ابو تسابون زي ما قدسك طلب. كيفك يا مخلص يا ولدي؟ نشكر ربنا يا قدس ابونا. خير، عم صليب قال لي ان قدسك عاوزني، امرني. خير يا ولدي، احنا سمعنا انك عاوز تبيع حتة الارض بتاعتك المجاورة للكنيسة. صح الكلام ده يا مخلص؟ ايوه صح يا قدس ابونا. ما قلتلناش ليه عاد؟ اقول لكم ايه بس ولا ايه؟ يعني الكنيسة هتشتري الارض. ما انت خابر ان الكنيسة صغيرة ومحتاجة توسيع. فرصة نضم حتة الارض بتاعتك للكنيسة اهي تفرجها علينا شوية. جو يا قدس ابونا، بس يعني خبر ايه يا مخلص ما خبرش ولا حاجة يا عم حنين. بس أنا خابر يا قدس أبونا إن الكنيسة فقيرة قوي وما فيهاش قرشينات كفاية لتمن الأرض. قول لي عاد هتدفعوا تمن الأرض منين؟ ما تقلقش يا ولد، ربنا هيدبرها. ما تأخذنيش يا قدس أبونا. أنا ودي أتبرع بالأرض كلها لأجل الكنيسة، لكن قدسك عارف العين بصيرة واليد قصيرة. صدقني يا قدس أبونا أنا ما ببيعهاش إلا لأجل الحوجة، وربنا وحده اللي عال. ربنا معاك يا ولدي، ربنا كريم يا مخلص. قوي. أنا كل اللي طالبه منيك إنك تدينا فرصة كم يوم كده لغاية ما ربنا يبعت القرشنات. قوي يا قدس أبونا، ولدك مخلص تحت أمر الكنيسة وتحت أمر قدسك في أيوتها حاجة تؤمر بيها. تشكر يا ولدي. أستأذنني يا قدس أبونا. سلام يا مخلص يا ولدي. سلام. من بكرة الصبح إن شاء الله هبتدي ألف علشان أجمع التبرعات. ربنا معاك وربنا يقدم مشيئته. ربنا معاك يا قدس أبونا، ربنا معاك. ربنا معاك يا قدس أبونا. تروح وتأجي بالسلام. كتر خيركم. بقول لكم ايه؟ عاوزكم تاخدوا كل القرشانات اللي في صندوق الكنيسة وتروحوا تدوها المخلص وتقولوا له دول من ثمن الارض. ودول هيعملوه بس يا قدس ابونا، دول ملاليم. اهو يبقى ربط كلام على ماجي. محدش عارف انا هغيب قد ايه. حاضر يا قدس أبونا، حاضر. انما قدسك ناوي تروح فين بالظبط؟ مطرح ما رجليا توديني. انا هجمع التبرعات من بلدنا والبلاد اللي جنبينا، يكشي حتى لو هنزل البندر. تحب قدسك نيجي معاك؟ ايوه مال. لا، انا خابر طريقي زين. خدوا بالكم انتم بس من البلد والكنيسة. يلا امال اعملوا اللي قلت لكم عليه. ربنا معاك يا قدس ابونا. ربنا معاك. اشوف وشكم بخير. مع الف سلام. سلام يا قدس أبونا. مع السلامه يا قدس ابونا. ربنا معاك. الكنيسة والبلد. ربنا معاك. ربنا معاك يا قدس أبونا. ربنا معاك. ربنا معاك. ربنا معاك. ربنا معاك. تفتكر هيقدر يجمع المبلغ ده يا حنين؟ ده مبلغ تقيل قوي. ان شاء الله. قدس ابونا راجل بسيط وقديس، ودايما ربنا يتمجد على يده. امين يا رب. باذن الله. يرجع بالسلامه يا رب ويحافظ عليه يا رب. امين يا رب. ما هو بدري يا ابونا. معلش يا ولدي، ورايا مشاوير كتير عشان الحق اكمل. ربنا يكون معاكم. تبرع للكنيسة. طب شكرا يا ولدي. ما تقوم بدري يا عم. معلش يا ولدي، ربنا يقبل عطاياكم كلكم. ربنا يكون معاكم. شكرا يا رب، اشكرك يا رب. اهلا يا حبايبي، اهلا. ازيكم يا حبايبي؟ اهدي لا خلي الحاجات دي بتاعتكم. لا يعني عايزين تتبرعوا للكنيسة. ربنا يقبل عطاياكم. ربنا يقبل عطاياكم يا بنات وينجحكم في المدرسة. اتفضل يا ابونا حضرة الكنيسة. ربنا يقبل عطاياك يا ولدي. سلام يا ولاد. ما بدري يا بون. تشكر يا ولدي، ربنا يكون معاكم. طب ده تبرع للكنيسة،
ربنا يقبل عطاياك يا ولدي. ربنا يكون معاك. تعيش يا ابونا. ربنا يكون معاك يا بنتي. ربنا معاكم. سلام يا ابونا. سلام سلام. نشكرك يا رب. اتفضل يا ابونا، دي حاجة بسيطة عشان الكنيسة. متشكر يا بنتي. ربنا يقبل عطاياكي. ربنا يكون معاك يا بنتي. سلام يا بنتي. سلام يا ربنا يقبل عطاياك يا ولدي. سلام يا ولدي. افرجها يا كريم، افرجها يا رب. ايه واقف الحال ده؟ فتحت المحل مش ماشي، في حتة مش ماشية. يا رب، يا ده سفروت. ادعي يا ده سفروت. يا رب يا رب يا رب افرجها بقى يا رب. الله، ده القسيس جاي من هناك. يلا شوف مصلحتك يا أخي. ايوه صح. انا اقعد اكل لقمه واريح شويه وبعدين ابقى عاود على البلد. اتفضل يا حضرة القسيس. سلام يا ولدي. سلام. عندي شوية فول لوز، فول عوض. اتفضل استريح. اتفضل استريح. اتفضل. هات لي طبق فول يا ولدي. عينيا الاتنين. يا سفروت، طبق الفول لابونا. اتفضل اهو. نشكر ربنا. احلى طبق فول واحلى عيش. هجيب لك طعمية. تشكر يا ولدي. تشكر يا ولدي. الحمد لله. اتفضل يا عم عوض. تعالى يا ولدي. استنى يا واد، استنى. تعالى يا ولدي، مد يدك معايا اتفضل. وناكل اتفضل. مع بعض يا ولدي. يزيد فضلك يا ابونا. كل بس انت. ايه ده يا ابني ده؟ ايه تشكر ده يا يا ولدي. ابني ده؟ ايه ده؟ ده محل في منطقة محترمة. اتكل على الله، اتكل على الله. هي ناقصاكم؟ ناقصاكم؟ افرجها يا رب. بقول لك اتفضل يا ولدي كل معايا. يزيد فضلك يا ابونا، يزيد فضلك. شكلك كده غريب مش من هنا. صح يا ولدي. أنا من قرية صغيرة كده موجودة في الصعيد الجواني. يا اهلا وسهلا. محسوبك عوض من الحته هنا. تشرفنا يا ولدي. يشرف مقدارك، ده النور نور. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. منور بأهله وناسه. تعيش يا ابونا تعيش. وحضرتك بقى جاي هنا بقى زياره ولا يعني هتقعد على طول؟ لا أقعد ده إيه؟ أنا بس كده كنت جاي عشان أجمع شوية تبرعات للكنيسة. يا سلام، شويه تبرعات. ووفقت كده في العمليه دي يعني؟ ربنا خيره كتير قوي، بعت لي قرشانات ياما. الحمد لله، شكرا ليك يا رب. ربنا ما بينساش حد يا ولدي. اداني اكتر من اللي كنت محتاجها. دي الفلوس؟ ايوه يا ولدي، هي دي الفلوس. نشكر ربنا. كل دي فلوس؟ يا ليلى بيضة. ايه ده؟ مع الراجل ده؟ ده الراجل ده على نياته. اقول له فلوس يقول لي اه. ده غلوبة خالص. ده زبون واضح كده يعني جه في عبي. زبوني. طب يعني مش خايف كده ان حد يسرقها؟ مش خايف الفلوس دي كلها اللي انت جمعتها دي
حد ياخدها منك؟ اخاف من ايه يا ولدي؟ دي ربنا هو اللي حارسها، دول منا وليه، ما خافش ابدا. منا وليه؟ زبوني زبوني. واد يا سفروت، هات البتنجان بتاع اللي موجود ده. كفايه كده يا ولدي. يا اهلا وسهلا. بتنجان كمان عشان اكل كتير يا ولدي، هاكل كل ده. كل وتهنى. لا كده شكرا يا ولدي. تاكلت؟ مش ممكن. الحمد لله يا ولدي. دي اكلتك ضعيفه يا ابونا. حسابك كام بقى يا ولدي؟ حساب؟ ما يصحش يا ابونا، وحياة سفروت ما انا واخد منك حاجه. اقول لك حاجه كمان، انت ضيفي مش ضيفي كمان، وهتبات في بيتي النهارده. ده كرم زايد منك يا ولدي، لكن سامحني ما اقدرش، لازم انا اروح دلوك، بقالي اسبوع بعيد عن البلد والكنيسه. يا ابونا تعالى باركني النهارده وبارك البيت، ولا انت مش عايز؟ لا يا ابني مش القصد، بس يبقى خلاص انت هتباركني النهارده. واد يا سفروت، بص يا ولا، ايه شطب الحاجه. ايه عقبال ايه، انا رايح كده مع حضره القسيس. ماشي عارف. يلا يا واد، يلا انا هشطب انا بقى. يلا شط. اللي تشوفه يا ولدي. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابونا، اتفضل. اشيل معاك دول؟ لا يا ولدي ما تحملش همهم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بيتك منين يا ولدي؟ من هنا يا ابونا. يا سفروت شطب الحاجه يا واد. ماشي اهو. اتفضل يا ابونا، اتفضل. بيتك ومطرحك. قوم. سلام. مين ده يا عم؟ ده ابونا، راجل مبروك قوي وهيبات معانا الليله دي. دي مرتي نعمه. اهلا يا بنتي. اهلا وسهلا يا ابونا، بيتك ومطرحك، انست وشرفت. يشرف مقدارك يا بنتي. الاوضه دي اوضتك وخد راحتك فيها على الاخر. بيتك ومطرحك يا ابونا. ماشي. اتفضل. كتر الف خيرك يا ولدي. وخيرك يا ابونا. ويزيد فضلك يا ولدي. ويزيد فضلك انت. اتفضل. تصبحوا على خير. وانت من اهله. اتفضل. بيتك ومطرحك يا ابونا. خد راحتك على الاخر. انت اتجننت يا عوض؟ جايب الراجل عشان تسرقه؟ يا بنت بطلي حسك هيسمع. اوعى تحس ايه؟ لا سيبك من في دماغك ده خالص، انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ يا بنت ولا داهيه ولا حاجه. يا عوض يا بنت افهمي، الراجل غريب ومش من هنا، وكمان معاه فلوس وده رزقنا، نقول لا؟ الله الغني يا اخويا، عندي فلوس مش عايزاه. يا نعمه، عاجبك الفقر اللي احنا فيه؟ عاجبك الضنك اللي احنا عايشين فيه؟ يا بنت افهمي، عايزين نقبل على وش الدنيا، عايزين نطلع من الحاره الفقر اللي احنا فيها. انا خايفه يا عوض، وقلبي بيدق، وانا قلبي لما بيدق بيحصل مصيبه. يا بنت انت لما تشوف الفلوس قلبك يجمد، يبقى زي الحديد. دي انت مع عوض جوزك. وجهتك ايه يا عوض؟ استني بقى ابص عليه اشوفه نايم ولا لا. نام في 7 نومه. اصبري. ايه دي بقى؟ الشومه دي هتعمل بيها ايه يا عوض؟ توطي حسي. هتعمل بيها ايه؟ تعالي ورايا هتشوفي. ايش هيصحى؟ مين؟ يا لهوي، ما تخافيش يا بنت، ما تخافيش. ايه ده؟ انتوا
انتوا عاوزين ايه؟ عايزين الفلوس. يا خيبتك يا نعمة يا خيبتك، الراجل مات يا عوض مات. لا 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 يا اخوي، كله للاكل، ارمي الشومه دي من ايدك، الله لا يسيء. خلاص ادي الشومة اهي. استريحتي؟ ايوه. يلا بقى نشوف نعمل ايه جوه. تعالى. ايه؟ افرض صاحي. ايه القلق اللي انت معيشاني فيه ده؟ افرض صاحي، افرض يا عوض افرض. نعمل ايه بقى؟ هقول لك نعمل ايه، بس اللي قاله لك تنفذيه بالحرف الواحد. خلاص؟ ماشي يا اخوي. تعالي بينا. الفلوس اهي. مين؟ عوض؟ واخد الفلوس ليه يا عوض؟ عايز الفلوس. سيب الفلوس يا عوض. يا لهوي سيب يا لهوي. الفلوس ليه يا عوض؟ سيبني اخد عمرك. سيب الفلوس يا عوض. قلت لك القلب كان فاتح. انت يا نعمة صوتوا لم الناس. هو صوتي. يا لهوي الفلوس ليه يا عوض؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الحقونا يا ناس، ايه؟ في ايه؟ مالكوا يا جماعه؟ الحقونا الحقونا. ايه اللي حصل؟ ايه بصوتي ليه يا ناس؟ الراجل ده بيتهجم على مراتي. الله 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 الله، خبر ايه عاد؟ ايه؟ في ايه؟ مالكوا يا جماعه؟ بصوتي ليه يا نعمة؟ ايه اللي حصل؟ الراجل اللي قويته واكلته وشربته ونيمته لا مؤاخذه بيطعن فاه. اقول ولا بلاش؟ ما حصلش يا جماعه، ما حصلش يا جماعه، ما حصلش. يا اخي عيب على اللبس اللي انت لابسه ده، يا وعامل ايه جماعة. فيها بتاع ربنا؟ يا جماعه يا جماعه اسمعوني. هيسمعوا مش ايه؟ كده، مش هيقولوا كده. ايه؟ خلاص اللي حصل يا اخويا. يا اخرة المكان، الراجل الغريب يجي يعلم علينا في حتتنا. سيبونا عليه. لا استنى ما ينفعش كده، احنا لازم ناخده على الاسم. ايوه مين على كده على اسم؟ كده على اسم. يلا على الاسم على طول. يلا على الاسم. يلا يا جماعه. عملية نظيفة 100%، ولا دم ولا قتل. فلوس. لا لا لا، انا ما اقدرش اعمل كده، وده اول الكلام ده كله قدام الناس، ده حتى كان يبقى عيب. لا اتكسف بقى، اخص عليك يا عوض، ترضاها لمراتك برضو؟ في ايه يا ما وليه؟ ينفعش. في ايه؟ اجيلك شمال تجيلي يمين؟ في ايه؟ خلصي بقى، النهار بدأ يشجع والراجل بدأ يصحى. ما بلاش يا عوض، ما بلاش، ده راجل بتاع ربنا واللي يأذيه هيتأذي. وبعدين بقى اعمل فيكي. بقول لك ايه، عايز تخش خش انت، انا قلبي مش مطوعني يا اخويا. هخش انا. انت حر، كله على دماغك. شفت ايه؟ يا راجل مالك؟ الأوضة. الأوضة مالك؟ ايه جرالك؟ نور. في ايه يا عوض، في ايه؟ يا راجل قول شفت ايه؟ نور مال الأوضة، 2 ملايكة زي ما يكونوا ظباط بيحرسوا أبونا ويحرسوا الفلوس. أنا مش مصدق نفسي، مش مصدق، لكني في حلم. شفت يا عوض، مش قلت لك الراجل ده بتاع ربنا واللي يأذيه يتأذي. صدقت كلامي؟ لا أنا مش مصدق، أنا لازم أخش أشوف تاني. تاني يا عوض؟ تاني؟ برضه مش مصدق؟ لا لازم أشوف تاني. أنا بحلم ولا دي حقيقة؟ بلاش ابعد عنه، بلاش. تعالي معايا شوفي. لا يا اخويا، انا خايفه. تعالي معايا. يا عوض تاني؟ تعالي أشوف تاني.
مش قلتلك إن القرشانات دي ربنا هو اللي حارسها؟ أصلهم بتوعه يا ولدي، مش بتوعاني. دول منا وليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاحباء، مره تانية بنرحب بحضراتكم معانا بعد الحكايه وعوده لاستوديو وصايا وحكايه. بنتمنى تكون الحكايه اللي شفناها نالت اعجاب حضراتكم. بيباركنا ويشرفنا للتعليق على الحكايه قدس ابونا يوستس لبيب، ملاك كنيسه كاتدرائيه السيده العذراء بالمحله الكبرى ووكيل الكليه الاكليريكيه بها. برحب بقدسك يا ابونا. اهلا وسهلا. قدس ابونا، زي ما شفنا في الحكايه احنا قدام ايقونه من الحفظ الالهي. شفنا ازاي ان ربنا كان بيسيج حوالين ابونا البسيط علشان يحميه من المتاعب ومن المخاطر اللي كان ممكن يتعرض لها. في الحقيقه من اكتر المزامير واهمها اللي بيتكلم عن الحفظ هو المزمور 121، ويمكن كلمه يعني يحفظ ومشتقاتها وردت حوالي 6 مرات في المزمور. عشان كده نقدر نسميه مزمور الحفظ والامان زي ما البعض بيطلق عليه. خلينا ابونا نتكلم بقى عن المزمور وناخده ايه كده. نبتدي باول ايه. احنا بنشكر ربنا جدا ان هو ادانا المزامير اللي فيها يشعر الإنسان بالأمان والهدوء والسلام حينما يلجأ لكلمة الله. الحقيقة المزمور 121 من المزامير الجميلة جدا اللي بتدي نوع من الأمان والسلام والطمأنينة لأي إنسان مضطرب أو منزعج أو يحتاج إلى السلام والأمان، فيرجع لكلمة ربنا فيجد فيها الهدوء والسلام. مزمور 121 من مزامير المصاعد اللي كان بني إسرائيل بيقولوها هم طالعين على أورشليم. شعر المرنم حينما رنم هذا المزمور أنه يحتاج أنه يرتفع إلى فوق. سقط فيحتاج أنه يطلع لفوق. فإلى أين يصعد؟ فهو ده الأساس اللي في المزمور. أول آية عندنا هنلاقيها بيقول أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. يعني الواحد يبص لفوق، يبص للمكان مرتفع من حيث يأتي العون. فما يقصده بقى المزمور هنا أرفع عيني إلى الجبال. ما هي الجبال اللي ربنا عايزنا أو ليه الجبال تحديدا يعني؟ أيوة، اللي ربنا عايزنا نبص لها ونتطلع إليها عشان نرتفع من اللي احنا فيه. طبعا الجبال في الكتاب المقدس متنوعة وكثيرة جدا. فهناك مثلا جبل جرزيم اللي كان بتطلع عليه البركة، كان بني إسرائيل يطلعوا عليه ويطلوا البركة من عليه. هناك جبل الزيتون حيث بنشعر بالصلاة والتأمل لرب المجد لما طلع جبل الزيتون يصلي هناك. جبل الجلجثة اللي بنتأمل فيه بالحب العجيب اللي ربنا. في عندنا جبل التجلي حيث ظهر المسيح في بهاء ومجده على جبل التجلي. في أيضا جبل الصعود وهو حيث نرى المسيح ذاهبا إلى مكانه الأول يعد لنا مكانا جديدا. في الكتاب المقدس أيضا جبل حريب حيث رأى موسى الله فلمع وجه موسى أقوى من ضوء الشمس لدرجة أن الناس ما كانتش قادرة تبص في وش موسى. في عندنا جبل التجربة الذي ننظر إليه فنرى النصرة اللي انتصرها المسيح على الشيطان لأجلنا ولحسابنا. أيضا في جبل أرات جبل السلام التي استقرت عليه فلك نوح، الذي استقر عليه فلك نوح رمز السلام. في أيضا جبل الهروب في سفر التكوين اللي ربنا بيقول لنا عليه، بيقول لنا اهرب إلى حياتك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب ولا تنظر إلى الوراء، اهرب إلى الجبال العالية. فما هو الجبل اللي ربنا عايزنا نبص ليه الحقيقة؟ قبل ما نتكلم على الجبل نتكلم على عكس الجبال. في ناس بيحبوا الوديان، يحبوا يعيشوا في تحت في الطين، لا يرتفع نظرهم إلى فوق. بالعكس اللي عايز يتسلق الجبل، وتسلق الجبل معناها الجهاد في الحياة الروحية. علينا أن نجاهد في حياتنا الروحية. عشان كده الكنيسة المقدسة بتاعتنا حاطت لنا نماذج من القديسين، من الآباء القديسين اللي عاشوا حياتهم في جهاد روحي مستمر، حتى ننظر لهم كجبال عالية نتعلم منهم الطريق ونسير في الطريق الذي صاروا فيه حتى نصل إليه. على رأي المزمور اللي بيقول أيضا مزمور 25 في نفس المعنى: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون. إذن إحنا عايزين نبص للجبل. الجبل الحقيقة بتاعنا الأساسي إن إحنا ننظر إلى رب المجد نفسه، هو الجبل الدسم، الجبل العالي اللي بنتأمل في حياته، لأنه أعطانا في حياته مثال للجهاد الروحي وللكمال
هو بيدعونا للكمال وبيدعونا للقداسة. كونوا قديسين وكونوا كاملين. هذه القداسة وهذا الكمال هو الجبال اللي احنا بننظر ليها عشان نطلع ونوصل زيهم. يعني لو لخصنا اللي فات هنقدر نقول ان الجبال كانت ليها دلالات ورموز معينة عند بني إسرائيل، وده اللي خلى المرتل هنا يستخدم يعني في تعبيره الجبل أو يستند عليه. ونقدر نقول كمان انه يعني قدسك زي ما قلت انه محتاج جهاد علشان اوصل للقمة. طيب نروح للآية الثانية. بنقول اتفضل. الآية الثانية المعونة، بيقول كده في الآية الثانية، بيقول معوناتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يستطيع العالم ولا يستطيع أي إنسان أن يعطي الإنسان معونة إلا إذا اتكل على الرب. المعونة الحقيقية هي من عند ربنا. احنا لنا إيمان ولنا ثقة في الله الذي يعين الإنسان. عشان كده دايما احنا نصلي ونقول له عايزين نطلب من ربنا هذه المعونة السريعة التي تنقذ الإنسان وتساعده. بيقول هو كده في الآية دي: لا يدع رجلك تزل، يعني لا يدع رجلك تسقط، لا ينعس حافظك حافظ إسرائيل. إذا ربنا هنا بيقول لنا المعونة نلجأ لمين؟ إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة هو عندك. يمكن مرثا ومريم لما قعدوا تحت قدمي المسيح، واحدة انشغلت بأمور كثيرة، واحدة انشغلت بأنها تجلس تحت قدمي المسيح عشان تتعلم وتلمس وتطلب المعونة. وربنا مدح مريم أكثر من مرثا لأنها اهتمت أن تحصل على المعونة من الرب. اللي محتاج معونة يلجأ لربنا لأنه هو الملجأ وهو الرجاء وهو الأمل وهو المعونة اللي احنا بنطلبها ونلجأ إليه. طيب ناخد بقى الآية الرابعة يا ابونا اللي بتتكلم عن النعاس. لا ينعس حافظ إسرائيل. هو الآية الرابعة بتقول إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. تمام. النعاس هنا معناه الترك والإهمال. لا يمكن ربنا يتركنا. بيقول لا أتركك ولا أهملك، عيني عليك. ده ربنا بيقول لنا كده. مش معنى النعاس إن ربنا هينام ويسيبنا، لكن إن تركنا ربنا هو يقول هذا الشعب تركني وأعطاني القفا، يعني اداني ظهره. معناها انه احنا اللي بندي ظهرنا لربنا، لكن ربنا من محبته لنا لا يتركنا مهما كان. واذا كان رب المجد في العهد الجديد وهو في السفينه نام نوم تدبيري علشان يخلي التلاميذ واللي معاه في السفينه يطلبوا المعونه، فحينما يشعر الانسان ان الله تركه عليه ان يفتش في قلبه من الداخل ويعرف سبب ترك الله له او اهماله هو لله، لان الله لا يهملنا، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. لكن الله عينه علينا من أول السنة لآخرها. نحن ليس لنا معونة إلا من الله الساهر علينا. هو ساهر على أولاده، لا يتركهم حتى وإن تركناه نحن، هو لا يتركنا بل يبحث ويفتش علينا بسراج الروح القدس حتى يجد الإنسان. يفتش علينا ويحملنا فوق منكبيه حتى لو ذهبنا بعيدا يذهب ليبحث عنا في كل مكان، ثم يعود بنا إلى الحظيرة إلى الكنيسة مرة أخرى. تمام يا أبو سابونا. ناخد بقى الآية اللي بتتكلم عن الشمس والقمر. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الشمس في فكر الآباء لا تضربك الشمس في النهار معناها التجارب والآلام التي تصيب الإنسان في الحياة. تمام. الضربات الشمس بالنهار وتصيب الجسد. أمال القمر؟ قالوا الآباء أن القمر له تأثير على الحالة النفسية للإنسان ويأتي ليلا. إذا ربنا هنا عايز يقول لي إيه؟ عايز يقول لي أنا أحفظك ليلا ونهارا، أحفظك من ضربات الجسد ومن الضربات النفسية. ولذلك أشية المرضى اللي احنا بنصليها دايما في الكنيسة بتقول احنا بنطلب من ربنا شفاء نفساني وشفاء جسداني أيضا. الله يعطينا هذا الشفاء، يحفظنا من التجارب والألام، وإن دخلنا التجربة والألم وهو معنا أفضل من أن احنا لا ندخل التجربة ويكون الله ليس معنا. تمام. وفي نفس الوقت الأمراض النفسية نحن دايما زي ما بنقول الكنيسة، بيقول يوحنا ذهبي الفم أن الكنيسة هي المستشفى بتفتح أبوابها في الصباح لكي تصلي من أجل الشفاء الجسداني والشفاء النفساني أيضا. تمام. ناخد بقى آخر آية في المزمور واللي بتقول إن الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الأبد. نعم. في الحقيقة في مزمور الحفظ 121 اللي بنتكلم عليه بيتكلم في آخر المزمور، بيقول لي بيطمني جدا، بيقول لي الرب يحفظ دخولك وخروجك. فما هو الدخول والخروج إلا الدخول إلى العالم والخروج من العالم أيضا. فالله بيوعدنا النهاردة
ان هو يحفظني في الدخول طالما انا بعيش معاه، طالما انا بطلب المعونة منه، طالما انا بتكل عليه، طالما انا حاطط قدام عينيا باستمرار، طالما انا لا اخاف شرا لانك انت مع عصاك وعكازك هما يعزيانني. اتكالي على الرب ليس اتكالي على انسان ولا على ذراع انسان، انما على الله. فالله بيعدنا النهارده انه يحفظ دخولي الى العالم ويحفظ خروجي الى العالم ايضا، الى الحياة الابدية التي وعدنا بها لكي نستقر معه الى الابد. امين يا سبحانه. هو واضح يعني انه ربنا حط حياتنا كده ما بين قوسين وكتب عليها عناية الله او حاجة تخص يعني ربنا نفسه. الله يعتني بنا في كل حفظ ونعم. امين يا سبحانه. في ختام الحلقة انا بشكر قدسك جدا، شكرا لك يا ابونا. كتر خيرك وشكرا للسادة المشاهدين. مشاهدينا اتكلمنا النهاردة عن المزمور 121 مزمور الحفظ والأمان، واللي فيه اتجهت كل أفكار ومشاعر وعواطف المرتل ناحية قدرة وعناية ورعاية ربنا لينا. ربنا زي ما قلنا دايما يتعهد برعايتنا، ودي حقيقة واضحة ومؤكدة. فإذا كان فيه هناك أمواج كتيرة جدا بتحاول تعصف بسفينة حياتنا، فالشيء اللي يطمنا ويعزينا إن ربنا بنفسه هو اللي بيقود السفينة. في ختام الحلقة بشكركم كل الشكر والتقدير، نشوفكم على خير. من النهارده مش هبص خلاص ورايا، وفي طريقي المسيح هيكون معايا. مش هتبقى دي النهاية، بينا تكمل الحكاية، بينا نحفظ الوصايا، من هنا تبقى البداية، من هنا تبقى البداية.